السلام عليكم البنات ومرحبا بكم في فيديو جديده. وش حوالكم؟ ان شاء الله يا ربي تكونوا كامل لاباس وانتم تشوفوا الفيديو تاعنا نهار اليوم. راح نشارك معكم فيه اروع واسهل عصير باستعمال الليمون تقدروا تحضروه في المنزل، راح ينعشكم بزاف السخانه هذه، وإلا جربتوه ان شاء الله راكم رايحين توليو مدمنين عليه. نقولوا بسم الله ونبداو الوصفه تاعنا. دونك نبداو البنات. بالنسبه للمكونات عندنا لهنا حبه تاع القارص اللي كنا غسلناها بيان سور، ويعني بشرناها ونحصلوا على هذا المبشور تاع القارص. وعندنا لهنا كاس غير ربع ولا نص كاس تاع القارص ثاني نكونوا عصرناه حتى تحصلوا على كاس غير ربع ولا نص كاس. وعندنا ثاني علبه تاع لايوغ اللي تكون ثاني بالكو تاع القارص. دونك لهنا مع هذاك الزاز تاعنا تاع القارص راح نحطوهم مغرف تاع السكر ونخلطوهم مع بعضهم. دونك هذا هو المزيج اللي لازم تحصلوا عليه. دونك نحطوهم مغرف سكر هكا باش ما تبقاناش هذيك المروره. دونك لهنا نجيبوا البول تاعنا ولا الصحن تاعكم هذاك اللي راح نخلطوا فيه، حطوا هذاك المزيج اللي كنا درناه. دونك كما كنتو لهنا تاع السكر وهذاك القارص. دونك شوفوا كيفاش ولا شغل العجينه. دونك حين نحطوهم وراح نزيدو نحطوا عليهم هذاك القارص اللي كنا عصرناه يعني وتحصلنا على عصير تاع القارص. كما قلت لكم اعصروا القارص تحصلوا على حوالي نص كاس ولا كاس غير ربع من الكاس هذا تاع 240 مليلتر. وزيدوا قد هذاك القارص يعني سكر العادي سا ديبون، يعني الا كنتو تحبوا العصير تاعكم يجيكم حامض ولا ديروا القارص اكثر من السكر، ولا كان تحبوا يجيكم حلو وما يجيكمش الكول تاع القارص غالب على السكر يعني ديروهم قد ولا كثر السكر اكثر من القارص. دونك احنا هنا راح نزيدو ثاني هذيك العلبه تاع البطاطا لايورت اللي تكون بيان سور بالكول تاع القارص. خيروا اي مارك تكونوا تحبوها، اي مارك تكون تعجبكم وحطوها هي ثاني ضيفوها. راح نخلطوا هذه المكونات مع بعضها. دونك قبل ما نخلطوها ثاني راح نضيفوا نص كاس هذاك تاع الماء عادي هكا باش يساعدنا في نحلوا هذه المكونات مع بعضها ويساعدنا في انه نخلطوهم. دونك نخلطوهم كما راكم تشوفوا هكا حتى نحصلوا على القوام هذاك اللي يكون مزيج متجانس مليح. دونك الناس طريقه بزاف سهله يعني كما قلت لكم تحضروه في ربع ساعه ليه ومن بعد راح نشربوه يعني تنعشوا به رواحكم. تقدروا تجمدوه، تقدروا ديروه يعني بزاف مليح وبزاف راح يعني ينشطكم ويعطيكم فيتامينات وراح يفطنكم شويه في السخانه هذه. دونك فوالا هنايا راكم كما تشوفوا لهنا بعد ما حركنا هذاك راح نزيدو نكملوا لهنا بالماء حتى نوصلوا الاطره. وكما قلت لكم يعني الناس الا كنتوا تحبوا العصير تاعكم هذا يجيكم خفيف كثروا له الماء، الا كنتوا تحبوه يجيكم ثقيل وفيه الكو تاع القارص دونك ما تحطوش بزاف الماء. فوالا البنات هذا هو المزج النهائي تاعنا. دونك لهنا راح نجيبوا كاس كبير ولا طاوه هكا حطوا لها الصفايه وبداو تصبوا في هذاك المزيج تاعكم العصير تاعكم هكا باش نصفيوه ويتنحى لنا هذاك العلف تاع القارص ولا هذاك المبشور هذاك اللي كنا حطيناه في الاول هكا باش ما يقعدناش من بعد لتحت وما يفسدناش القوام تاعنا. دونك شوفوا كيفاش في الصفايه كيفاش ركح بكل وهبط كامل. وفوالا البنات هكا ونحطوه في الفريجيدير لمده ساعتين ولا 3 على حساب حتى تعودوا راح تستخدموه يعني حتى تعودوا راح تستهلكوه. ومن بعد تقدروا تقدموه وبصحتكم. نكون وصلنا لفين تاع الفيديو هذه. الا كنتم مازلتوا تتبعوا في الفيديو حتى الاخر نقول لكم شكرا لكم على حسن المتابعه. واذا كنتم مش مشتركين في القناه اضغطوا على زر الاشتراك هكا باش يوصلكم الجديد كامل تاع القناه وتكونوا اول واحد يشاهد الفيديو تاعنا الجديد. دونك شكرا لكم الناس على حسن المتابعه. اضغطوا على زر الجرس هكا باش يوصل الفيديو لاكبر عدد من المشاهدات، وما تنساوش تبارطاجيو الفيديو هذا مع اصدقائكم المهتمين بالمحتوى. وتهلاو في رواحكم ونتلاقاو قريبا ان شاء الله مع فيديو جديد. الى اللقاء.